ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ دايما اتعودت ان مفيش توكيل بيعمل حاجه لله. يعني لما تلاقي دايما توكيل ادى خصم كبير او ادى عرض تقسيط مباشر او خصم مثلا على المقدم او حاجه زي كده، تعرف ان الموضوع وراه حاجه. كنت قاعد بتفرج من شويه على الفيسبوك، لقيت في فيديو اليوتيوبر السيارات محمود خيري بيتكلم ان كيا عامله عرض مقدم 30% تقسيط مباشر مع الشركه بفايدة 14% لغاية 5 سنين، وكمان من غير مصاريف إدارية، والشركة مكملة كمان في خصم رمضاني كانت مدياه على العربيات بتاعتها، وده على كل فئات العربية كيا سبورتاج وكيا اكسيد. في الفيديو ده هتكلم عن الموضوع بالتفصيل، وهقول لكم اذا كان التوكيل بيعمل كده عشان خاطر العربيه اللي نازله اللي المفروض فيس ليفت يا ترى هيبقى فيها تغيرات بسيطه، ولا كانت تغيرات جوهريه في الموتور والفتيس والشكل الخارجي، وهو عايز يخلص من المخزون اللي عنده. كل ده واكتر هنعرفه بعد الفاصل. هنبص الاول على كيا سبورتاج. الموديل اللي احنا شايفينه دلوقتي من كيا سبورتاج الموجود في السوق ده موجود في الاسواق العالميه من 2021، واللي يهمني في كل المواتير اللي قدامي وناقل الحركه دي الاربع مواتير البنزين اللي بينزل بيهم العربيه. اول موتور معانا الموتور ال 1600 سي سي اللي بيطلع 180 حصان وبيطلع 265 نيوتن متر، والمواصفه دي زي ما احنا شايفين كده جايه مع فتيس 7 سرعات دراي، ودي المواصفه اللي احنا بنشوفها في السوق المصري في موديلات 2024 و2025. المواصفة التانية الموتور ال 2000 سي سي متوفر منه نوعين من الفتيس، فتيس مانوال 6 سرعات وفتيس 6 سرعات اوتوماتيك، ودي ما بنشوفهاش عندنا هنا الا لما يكون حد جايبها من بره. وتالت مواصفة ال 2000 سي سي التربو، ودي بتيجي من فتيس 8 سرعات ايسن اوتوماتيك، ودي برضه تبقى غالية جدا وما بنشوفهاش في مصر. وفي كمان موتور 2500 سي سي بيجي بفتيس 8 سرعات اوتوماتيك. معنى الكلام ده ايه؟ معنى الكلام ان شركة كيا لما بتبعت العربيات بتاعتها للوكلاء بتوعها بتبعت المنظومة على بعض، وزي ما احنا شايفين هنا في الاربع مواتير دول مفيش غير موتور واحد بس 1600 سي سي، الموتور ده ما بينزلش غير بفتيس 7 سرعات دول كراتش دراي. معنى كده لو التوكيل ناوي فعلا ينزل نسخه ال 1600 وده بنسبه 100% هينزل نسخه 1600 من العربيه، لازم يجيبها بالفتيس السبع سرعات الدراي، عشان بقيه النسخ كلها اللي واخده الفتيس الاوتوماتيك العادي من اول 2000 سي سي. يعني 2000 سي سي واخد الفتيس 6 سرعات، والنسخه ال 2000 التربو واخد 8 سرعات، وال 2500 واخد 8 سرعات. احنا في مصر هنا لازم يبقى في نسخه 1600 من العربيه عشان الجمارك بتاعتها تبقى اقل شويه، وفي نفس الوقت احنا في مصر بنحب المواتير 1600 عشان استهلاك البنزين. الفيس ليفت اللي نزل في 2024 الشكل بتاع الاكسدامات الامامي والخلفي اتغير حاجه بسيطه، وخصوصا اغلب التغيير في الاكسدام الامامي، والتابلوه بقى شكله احسن شويه، انما المواتير ونقل الحركه تقريبا هتنزل هي وده بنسبه 90%. نخش بقى على الكيا سيد اللي موجوده برده في العرض. كيا اكسيد اللي بتنزل عندنا في مصر انها بتيجي بموتور واحد 1500 تربو. العربيه بتيجي على مستوى العالم بست مواتير بنزين، موتور 1000 سي سي تربو ده بيجي بفتيس 6 سرعات مانوال بس، وموتور 1400 تربو ده بيجي بفتيس 6 سرعات مانوال او 7 سرعات دول كلاتش دراي. والفتيس اللي بينزل عندنا مصر 1500 تربو اللي بيطلع 158 حصان و253 نيوتن متر عزم، ده بيجي بفتيس 7 سرعات دبل كلاتش دراي برضو بس، مفيش اي انواع تاني من الفتيس بتيجي على المنظومه دي. في نوع تاني من المواتير موتور 1600 عادي خالص مش تربو، ده بيجي معاه فتيس 6 سرعات اوتوماتيك. اما ال 1600 تربو اللي بيجي في العربيه بيجي برضو بفتيس 7 سرعات دبل كلاتش دراي. التوكيل هنا بقى في الاكسيد هو دلوقتي بينزل موتور 1500 تربو، لو جاب نفس المنظومه هيجيبها بنفس الفتيس، والعربيه دي اصلا ما نزلش ليها فيس ليفت، فدي مكمله معانا بنفس الشكل بنفس الفتيس بنفس كل حاجه. الفيس ليفت اللي نزل بس نزل على العربيه السبورتاج. عشان كده اغلب عربيات الكيا اكسيد كانت موجوده بيقولك قربت تخلص في العرض، عشان مش متوقع ان شكلها يتغير قوي، ولو حتى حصل تغيير يبقى فيه تغيير بسيط قوي في الاكسدامات. طيب خلاصه الكلام ده كله ايه بقى؟ خلاصه الكلام ده كله ان شاء الله بنسبه كبيره الاشكال الجديده اللي نازله من العربيات دي، وخصوصا الكيا سبورتاج 2025 هيبقى فيه اختلاف في شكل الاكسدام، هيبقى فيه اختلاف شويه في التابلو، بس نقل الحركه والفتيس هيبقى هو ان شاء الله بنسبه كبيره. وخصوصا ان الفيديو اللي اتفرجت عليه قال ان التوكيل اكد له الكلام ده، بس انا ما بحبش اخد من كلام التوكيلات قوي في الحاجات دي. بالنسبه للفتيس بقى الدول كلاتش دراي ده، العربية باعت سواء الاكسيد او السبورتاج 10200 عربية بس من ساعة ما نزلوا، وده يعتبر بالنسبة لي رقم قليل بالنسبة لحجم عربيتين من عربيات كيا، ونسبة المرتجع او المشاكل في الفتيس الكلاتشات بتاعتها تقريبا ما كملش حاجة او 1%، تقريبا 120 عربية او حاجة زي كده. دي حاجة كويسة طبعا مش وحشة، بس نخلي بالنا ان دلوقتي مع غلو البنزين وعلى العربيات دي نفسها التحرك بيها مش كتير. كده كده يا جماعة الدول كلاتش دي قطعة استهلاكية مع القرص بتتغير، وخصوصا الدرايف بتتغير اكتر بسرعه من الويت، وانت شاري العربيه دي اعمل حسابك ان العربيه في الزحمه الكلاتشات هتسخن، وان في وقت الكلاتشات هتتاكل معاك وهتحتاج تغيرها وهتغيرها برقم مش قليل. لو انت بقى بتفكر في العربيه دي سواء هي او الاكسيد فالعرض ده يعتبر عرض كويس مش وحش، هتقسط تقسيط مباشر مع الشركه من غير اجراءات بنكيه والكلام ده كله، ومفيش مصاريف اداريه كمان، والفايده تعتبر معقوله 14%. والشكل بتاع العربيه مش هيختلف كتير عن شكل الفيس ليفت. كان ممكن ابدا اقلق من العرض ده لو في نسخه جديده او جيل جديد من العربيه نزل بره، بس حتى في كل الدول العربيه اللي حوالينا اللي نزل بس نسخه الفيس ليفت بنفس المواتير اللي كانت موجوده على العربيه قبل كده، ما اختلفش فيها حاجه. يا ريت تشاركونا بارائكم في الكومنتات. لو عجبك الكلام ده اعمل لايك واشترك في القناه، واشوفكم في الفيديو الجاي. كان معاكم مؤمن سيد، سلام.